السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. كنرحب بالناس اللي ضافوا للقناة جداد، مرحبا بكم والف مرحبا. شكرا لكم التعاليق ديالكم، صراحة التعاليق كلها كتفرح، شكرا لكم بزاف. نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم كاع الفيديوهات اللي كنقدم معكم، وكذلك الا جربتوا شي حاجة كنتمنى ان شاء الله شاركوها معنا في لي كومونتير. هنا ان شاء الله غادي نوجد معكم جوج ديال الطورطات، يعني غادي نصاوبهم بواحد لا جينواز بدون بيض. غادي نخدم معكم هاد الطرطات بدون جيلاتين، طورطات اللي هما خطيرين صراحه، كيجيو رائعين في المذاق وكذلك حتى في الشكل ديالهم. الا شراوهم عليكم المره الاولى انا متاكده غادي يعاودوا يشريوهم مره اخرى، لان المذاق كيجي ولا اروع. بزاف ديال الناس كيقلبوا على طورطه بدون جيلاتين، وكذلك كاين الناس اللي ما عندهمش فرن، فهاد الطرطه هذه ما غاديش نحتاجوا نهائيا الفرن، فقط في المقلاة غادي توجدي احسن جينواز اللي هي ناجحه رائعه. ان شاء الله ندوز المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي كاس عامر ديال الدقيق، غادي نغربلو الكاس الاول. غادي نصاوب معكم هنايا الجينواز اللي غادي طيب فقط في المقلاة. هنايا عندي الكاس الثاني ديال الدقيق. الكاس اللي كنعبر به هنايا هو بعبار العنبه. كاين بعض الناس ما كيعرفوش الكاس ديال العنبه، بحال اخواننا الجزائريين ما كيعرفوش الكاس ديال العنبه. فهنايا الكاس ديال العنبه العبار ديالو كيوزن 150 غرام من النواشف، 200 مليلتر من السوائل. هنايا كذلك عندي جوج ديال المعالق كبار ديال الكاكاو، وكذلك 15 غرام من خميره الحلويات. هنايا عندي كاس الا ربع ديال السكر سنيده. الا بغيتو ديروا كاس عامر فلكم الاختيار، انا كنفضل ندير كاس الا ربع باش ما يجيش هكا لا جينواز حلوه بزاف. حتى سنيده كنغربلها كيف ما كتشوفوا، كنحيد من هذوك الحبيبات اللي كيكونوا غلاط. غادي نخلط هاد النواشف مزيان مع بعضياتهم على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. حتى كنخلطوا النواشف مع بعضياتهم عاد باش كنضيفوا نصف كاس ديال الزيت ما يعادل 100 مليلتر. نخلطهم مزيان، وغادي نضيف هنايا كاس ديال الحليب يعني 200 مليلتر، ومازال غادي نضيف كذلك الحليب على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. فانا ضفت نصف واحد اخر، وغادي نشوف القوام واش كافي ولا غادي نزيد واحد شويه ديال الحليب. هنايا غادي نضيف تقريبا واحد جوج ديال المعالق اخرين كبار ديال الحليب حتى كنتحصل على هذا الشكل. هذا هو القوام اللي انا محتاجاه. كنقسم العجينه ديالي على 3 على هذا الشكل هذا. كناخذ واحد الزليفات اللي كيكونوا مقادين اولا كيسان اللي كيكونوا كبار، وكنفرقوا فيهم باش هكا كيجيو لا جينواز ديالنا كيجيو مقادين مع بعضياتهم. هنا كيف ما كتشوفوا فانا خديت مقلاة غير لاصقه. ضروري انكم تسخنوها من قبل. من بعد ما كتسخن مزيان كنقصوا لها الحراره، بحال شي شميعه كتكون شاعله الحراره تكون ناقصه بزاف او النار تكون ناقصه بزاف. كندهنها بالزبده كيف ما كتشوفوا. كنضيف لها الخليط. الغطاء ضروري يكونوا مغطينه بواحد المنديل باش هكا ما يقطرش لينا على الجينواز ديالنا. كتاخذ منكم 7 ديال الدقائق، ما تزيدوهاش نهائيا، كتكون طيبه. كنوضعها فوق واحد المنديل على هذا الشكل هذا، واللي طابت كنغطيها كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي اكثر من رائع. ندوز نوجد معكم هنايا الكريمه اللي كنحتاج ليها 200 غرام ديال الشوكولات هنايا فيه 55 في المية ديال الكاكاو. ضفت ليه تقريبا كأس ديال الكريمه السائله. كنوضعهم فوق النار اولا كنوضعهم فوق حمام مريم حتى كيذوب تماما. من بعد كنبقى نضيف في الكريمه ديالي حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. كل طورطه فانا غادي نحتاج ليها فقط 500 مليلتر ديال الكريمه السائله، فهي كافيه. كيف ما كتعرفوا لونطرومي ما كتبغيش تجي عاليه بزاف، لهذا غادي نحتاجوا فقط 500 مليلتر ديال الكريمه مع 200 غرام ديال الشوكولات كيف ما وجدت معكم. غادي نوضعوا ليله كامله في الثلاجه. الا ما كانش عندكم الوقت فتقدروا تضيفوه نصف ساعه لا اكثر في المجمد. كذلك هنايا عندي 200 غرام ديال الشوكولات الابيض اللي ضفت ليه كذلك 100 مليلتر ديال الكريمه السائله. كنوضعهم في حمام مريم حتى كيذوبوا. كذلك كنكمل الكريمه ديالي على هذا الشكل، كنضيفها تدريجيا حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. فسبق لي وجدت معكم هاد الكريمات هادو، فلهذا انا هنايا سرعت الفيديو، فانا موجداهم معكم من قبل. غادي نوضعها كذلك حتى هي في الثلاجه لمده ديال ليله كامله. كما قلت لكم الا ما كانش الوقت نصف ساعه في المجمد، ما تزيدوش اكثر. من بعد كنخرجها كتولي على هذا الشكل هذا. فصراحه انا وضعتها فقط نصف ساعه لانه ما كانش عندي الوقت. وهنايا كندرب الكريمات ديالي حتى كيطلعوا وكيوليو على هذا الشكل هذا.
هنايا ما كنوضعش انا السكر نهائيا لان الشوكولات كيكون حلو فكيجي المذاق ديالهم مع بعضياتهم فهو كافي. من الاحسن انكم ما ديروش الكريمه اللي فيها السكر، من الاحسن تخدموا بالكريمه بدون سكر الا كنتو غتخدموا هاد الكريمه هذه. ندوز نصاوب معكم الطبقه المقرمشه اللي غادي نحتاج ليها هنايا 3 ديال الكيسان عامرين ديال السكر سنيده او سكر حبيبات. كنوضعهم فوق النار اللي تكون متوسطه باش نوجدوا الكراميل. هنايا غادي ناخذ 2 ديال العلب ديال الياغورت الطبيعي، غادي نوضعهم فواحد الاناء على هذا الشكل هذا، غادي نوجدهم يعني من قبل وغادي نوضعهم حدايا حتى نحتاجهم. كيف ما شفتوا فانا احتاجيت 2 ديال العلب، غادي نضيف لهم 2 معالق كبار ديال النشا. الا كنتو غتخدموا طورطه وحده فعلبه واحده فهي كافيه، وكاس ونصف ديال السكر حبيبات فهو كافي لطورطه وحده. خلطتهم مع بعضياتهم حتى ولاو على داك الشكل كيف ما شفتوا معايا. هنايا كنبقى نخلي السكر ديالي حتى يذوب دائما بمساعده ديال معلقه اللي تكون خشبيه، ما تستعملوش ديال الحديد لانه كيلتصق فيها وكتبقى تعذبكم في الخدمه. كندوب السكر ديالي حتى كنتحصل على كراميل بهذا الشكل. كنطفي النار في هذا الاثناء وكنضيف كاس ونصف ديال الماء اللي هو غليان. بعدوا الوجه ديالكم منين تكونوا كتضيفوا الماء، ما تضيفوش الماء والوجه ديالكم قريب للمقله. كما كتشوفوا فالنار هنايا عندي طافيه، ولكن من بعد ما كبيت الماء مباشره فانا شعلت النار وكنبقى نحرك حتى كيذوب. ما تخافوش فهو واخا كيبان لكم بحال تجمد غير خذوا معاه الخطر حتى كيذوب تماما. ضفت كذلك 2 ديال المعالق كبار ديال الزبده، زبده حيوانيه او زبده نباتيه ماشي مهم، يكون غير المذاق ديالها زوين. كذلك قبيصه ديال الملحه فهي ضروري. وهنايا كيف ما كتشوفوا ضفت داك الخليط اللي صوت معكم ديال الياغورت والنشا، ضروري تحركوهم قبل ما تضيفوهم لهذا الخليط. كنخليوهم على هذا الشكل هذا، ضروري نستمروا في التحريك، ما تحبسوش التحريك نهائيا حتى كتحصلوا على هذا الشكل. كيبقى الخليط ديالنا كيدير فقاعات، يعني هنايا فراه كيكون طايب واجد معنا الكراميل ديالنا. هنايا ضفت 60 غرام ديال الشوكولات الابيض، ما بانتش في الفيديو لانها كان كيحسب لي كنصور وانا ما كنتش كنصور. 60 غرام ديال الشوكولاته البيضاء، مساله اللي هي ضروريه انكم تضيفوها لان ما كاينش جيلاتين، فاللي غادي يجمع لنا هذا الخليط هذا فغيكون هو الشوكولاته. قسمت الخليط ديالي كيف ما شفتوا، فوضعت نصف واحد المقلاة وخليت النصف الاخر في المقلاة اللي خدمت معكم فيها. وهنايا غادي نضيف كاس ديال الكاوكاو مهرمش ومحمر من قبل على هذا الشكل هذا حتى كنتحصل على هذا القوام هذا. هنا كيف ما كتعرفوا فانا عندي 2 ديال الطورطات، فلهذا انا قسمت الخليط ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا الجينواز كيفاش كتجي رائعه، اكثر من رائعه، كتجي زوينه صراحه وسهله. هنا كيف ما كتشوفوا خديت واحد الاطار ووضعته ودرت اول حاجه فهي الجينواز ودهنتها او سقيتها بشويه ديال الحليب. ما تكتروش ليها الحليب بزاف لانها ما كتحتاج انها تسقى بزاف. وهنايا غادي نضيف الطبقه المقرمشه اللي صاوت معكم بالكاوكاو والكراميل. الناس اللي بغاو يضيفوا اللوز او الكركاع فلكم الاختيار، حتى كاوكاو صراحه كيجي رائع، كيعطيه واحد المذاق اللي هو زوين بزاف، ولكن كيبقى الاختيار لكل واحد. هنا كيف ما كتشوفوا كنخبطها واحد شويه وكنوضعها واحد مده ديال ساعه في المجمد، ضروري تغطيوها. ومن بعد كنجبدها وكنحل بواحد الموس كيف ما شفتوا معايا من الجنيبات باش هكا يتحل ليا الاطار بكل سهوله. كنوسع شويه الاطار على الجينواز وكذلك على الطبقه المقرمشه باش هكا تجي الكريمه من برا. كيف ما شفتوا حليت شويه، كنحلو شويه الاطار واحد سنتيم تقريبا، وكنوضع شويه ديال الكريمه في جيب حلواني. كنعمر ديك الجهات اللي كيكونوا خاويين باش هكا كيجي لونطخومي ديالي من برا كيجي مفيني فينيسيو اللي هو زوين. من بعد كندير الكريمه كلها اللي كاينه عندي كيف ما كتشوفوا، وكنخدم بواحد السباتيل على هذا الشكل هذا. فانا فضلت نخدم بهذا السباتيل هذه ديال السيليكون، حيدت ليها داك العمود ديالها وبديت كنخدم بها على هذا الشكل، فهي جاتني صراحه زوينه بزاف. هنايا لونطخومي ديالنا ضروري اننا ندخلوها للمجمد لمده ديال 3 حتى ل 4 ديال السوايع، وإلا خليتوها ليله كامله كيكون احسن. كيف ما كتشوفوا دائما كنسخن الاطار ديالي بمساعده ديال السوشوار باش هكا كنخرجها بكل سهوله من الاطار. هنا كيف ما شفتوا فمن بعد ما حيدتها فينيتها واحد شويه من الجنيبات حيت كتكون ديك الكريمه سخنات شويه بداك السوشوار، وكنعاود نرجعها للمجمد حتى كنحتاج انني ندير ليها الكلاصاج. هنا كيف ما كتشوفوا هنايا عندي الكريمه اللي كنت احتفظت بها من قبل، الكريمه ديال الكراميل اللي وجدت معكم. غادي نضيف ليها كاس ونصف ديال جوز الهند،
على هذا الشكل هذا حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي هو ثقيل بزاف على هذا الشكل كيف ما كيبان لكم في الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا كذلك خديت اطار واحد اخر ودرت هنايا لا جينواز من التحت كيف ما درنا في الاول، وغادي نضيفوا هذه الطبقه كتجي معلكه كتجي رائعه رائعه. غير جربوها ما غاديش تندموا، كتعطي واحد المذاق ولا اروع لهذه الطرطه هذه. وكذلك كتاخذ حتى الكريمه كتاخذ داك المذاق ملي كنوضعوها من الفوق. غادي ندخلها لمده ديال ساعه حتى تجمد مزيان، وغادي نعاود نجبدها كيف ما درت في الاول. كنحل بمساعده ديال واحد الموس باش هكا كنجبد الاطار ديالي بكل سهوله. كنوسعوا الاطار ديالنا تقريبا 1 سنتيم اللي كنبعدوه على الجينواز وكذلك على ديك الطبقه المقرمشه، عاد باش كنبداو نضيفوا في الكريمه باش هكا كتجي مغلفه كلها. كنوضع الكريمه ديالي كلها من بعد وكنبدا ليسيها على هذا الشكل مساعده ديال السباتيل. خدموا باي حاجه كتلقاو فيها الراحه ديالكم خدموا بها، ليسيوها مزيان ودخلوها كذلك المجمد لمده ديال 3 حتى ل 4 سوايع، ومن الاحسن انكم تخليوها ليله كامله كيكون احسن. غادي ندوز نصاوب معكم هنايا الكلاصاج. غادي نحتاج كاس الا ربع من السكر حبيبات، عندي هنايا نصف كاس ديال الزيت وملعقه كبيره ديال الكاكاو. هنا عندي المعلقه اللي هي كبيره، الا كانت عندكم معلقه شويه مويان ضيفوا ملعقه ونصف كيكون احسن. هنايا كذلك عندي كاس الا ربع ديال الماء، كنضيفو تدريجيا على هذا الخليط وانا كنحرك حتى يندمج ليا مع بعضياته. هذا الكلاصاج خطير كيجي زوين، كلاصاج بدون جيلاتين. حركتهم مزيان مع بعضياتهم ووضعتهم فوق النار متوسطه ماشي هادئه وماشي النار عاليه بزاف. كنبقى نحرك ما كنحبسوش التحريك نهائيا. ملي كتقطع هاد الغليه كنبقى نحرك على هاد الشكل هذا باش هكا ما يفيدش لينا الكلاصاج. كنعليه شويه على النار على هاد الشكل وانا كنحرك، كنعاود نرجعو وكنقص شويه النار وكنبدا نحرك على هاد الشكل هذا حتى كيطيب مزيان. هنا فاش كيبقى يدير معكم هاد الفقاعات يعني انه واجد 100%. وهنايا كيف ما كتشوفوا غادي نطفي عليه النار، غادي نضيف ليه 60 غرام ديال الشوكولاته السوداء او شوكولاته بالحليب لكم الاختيار. غادي نضيفها كيف ما كتشوفوا هنايا ملي كندير الملعقه وكنجبدها كتغلف لي بالكلاصاج فيعني هنايا انه واجد. هنايا غادي ندوز نصاوب معكم كلاصاج واحد اخر. هنايا خديت 150 غرام ديال الشوكولات اللي غادي نحتاج معاه 100 غرام 100 مليلتر عفوا ديال الكريمه السائله. وضعتهم في حمام مريم حتى ذابوا تماما. ضفت لهم هنايا ملون غذائي احمر، كنخلط على هذا الشكل هذا وغادي نصفيه عاد باش غادي نخدم به. ضروري انكم تصفيوه ملي كديروا الملون اللي ما كيكونش ملون داك الجيل كيكون عندكم غبره، ضروري تصفيوه باش هكا ما يجيكمش دوك الحبيبات. هنايا مباشره كيف ما كتشوفوا انا خرجتها من المجمد مباشره كنوضع عليها الكلاصاج ما يكونش بارد بزاف وكذلك ما يكونش سخون بزاف. كنوضعوا فيه الاصبع ديالنا ما كيحرقناش، كيكون الحراره ديالو عاديه بحراره المطبخ. الا كان سخون بزاف راه ما غاديش يشد لكم في الطارطه، وكذلك الا كان ثقيل بزاف فغادي يعذبكم في الخدمه. كنوضع واحد ورق الزبده من التحت باش هكا ما نضيعش في داك الكلاصاج اللي غادي يطيح. الا كنت محتاجه انني ندير واحد الكوش واحد اخر فغادي ناخذ داك الزائد اللي هبط لتحت غادي نعاود نسخنه مره اخرى ونعاود نكلاصي به. فانا احتاجيت فقط مره واحده. كيف ما كتشوفوا الكلاصاج ناجح 100%. كنغطيو الطورطه ديالنا كلها. وهنايا خديت بسكوي اللي طحنته واحد شويه غير في الطحانه وغادي نصاوب به جنيبات ديال هاد الطارطه هذه. كنغطيوها من التحت على هاد الشكل كيجي الشكل ديالها اكثر من رائع. وهنايا خديت ملون ذهبي فقط القليل نص ملعقه صغيره. كنحتاج معها القليل من الزيت او لا القليل من الماء وكنخلط على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا حتى كيندمجوا مع بعضياتهم وكنزين بهم على هذا الشكل. كيجي التزيين ديالها رائع، كتجي زوينه بزاف صراحه. وهنايا الطورطه الاخرى اللي وجدت معكم الكلاصاج باللون الاحمر كذلك مباشره من بعد ما كنخرجها من المجمد كنوضع فوق منها الكلاصاج على هذا الشكل هذا وكنخلي الكلاصاج يهبط على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ضروري الكلاصاج ما يكونش سخون وكذلك ما يكونش بارد بزاف. وهكا كنحتاج انني نغطي جنيبات ديال الطورطه ديالي على هذا الشكل حتى كيتغطاو تماما. خديت ديك البقايا اللي هبطت ليا من الكلاصاج
عاود دخلتها للميكرووند سخنات واحد شويه وعاود كلاصيتها مره واحده اخرى. الا ما احتاجيتوش انكم تعاودوا مره اخرى فلا داعي، فانا فضلت انني نديرها 2 مرات الكلاصاج. وهنايا خديت شويه ديال جوز الهند او الكوك، غلفت به او زينت به من التحت على داك الشكل كيف ما شفتوا. وهنايا وضعت خطوط ديال بالشوكولاته البيضاء وزينتها على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو هذا. ما تبخلوش عليا من لي لايك او البارطاج للقناه، وكنقول لكم شكرا لكم، شكرا جزيل الشكر لكل وحده فيكم، شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا على اللايك ديالكم وكذلك على البارطاج. وهنايا غادي نكونوا وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. غنقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.